ازيكم يا حلوين وكل سنة وانتم طيبين. تعالوا اقول لكم عملت ايه سابع يوم رمضان. اللي قدامكم الجميلة دي بامية باللحم، حاجة كده ولا اروع. تعالى هنشوف هنعملها ازاي. اول حاجة انا جبت كيلو لحمة، اللحمة ما بتتغسلش يا بناتي يا حلوين. تمام. جبت الحلة، فاكرين السمنة اللي احنا سيحناها مع بعض؟ الحلة دي هنستغلها بقى ومش هنغسلها، هنستغلها بسمنتها كده وهندي للحمة صدمة زي ما انتوا شايفين كده. جبت اللحمة زي ما انتوا شايفين كده ورحت حطاها في الحلة. عشان ايه؟ عشان اسد مسامها وتبقى جوسي كده وطرية ايه من جوه. تمام كده حبايبي. حطيت اللحمة بتاعتي اهو رصيتها، مش هحطها فوق بعض. تمام كده. حطيتها مفرطه ايه، دي جنب دي جنب دي كده، بحيث ان انا اديها لون او اديها صدمه زي ما انتوا هتشوفوا كده في الفيديو. تمام كده. وهستنى كده تاخد لون حلو كده واقلبها. تمام كده. وهكرر كلامي تاني، اللحمه ما بتتغسلش. تمام يا حبايبي. اهو شوف انا بقلبها اهو لما بتاخد ايه، شوف خدت اللون بتاعها اهو بقى خلاص. وبقت إيه يعني قفلت مسامها خالص واطمنت ان كده مسامها اتقفلت. تمام كده. هنزل بقى بميه مغليه. تمام. ميه مغليه. اوعي تحطي ميه من العاديه، لان الميه المغليه هتساعدك في سواها. تمام كده يا حبايبي. انا كنت مجهزه الكاتل اهو وصبيت الميه المغليه عليها زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. تمام كده. قلب بقى كده، هقلبها كويس. هتعمل لك شويه شوربه، دي بقى حاجه كده ايه، حاجه كده خرافه بجد، طعمها هتعجبك قوي. وجبت بقى كده ورق لورا وقرفه. تمام. ومعلقه معلقه او نص معلقه سكر، عشان دي برضه هتساعد في السوا، وحبه فلفل اسمر صغننين خالص. تمام كده. وحطينا كل بهاراتنا دي وقلبنا بقى خالص كده. وهنغطي بقى كده وتعالي نشوف هنعمل ايه في الباميه. ادي البصل اهو مبشور معانا، وادي الطماطم انا مجهزاها. تمام كده. ويلا نخش بقى على البوتاجاز. قطعه سمنه كده، حته سمنه صغننه يعني حلوه كده، لا كبيره ولا صغيره، معقوله. ونزلت بالبصله زي ما انتوا شايفين كده. ومش يعني انا اصلا ما بحبش ان انا اسبك لاي خضار. انا بحب الحاجه كده او كله في بعضه. بس الباميه عشان تاخد النكهه، هديها زي ايه، زي لون كده بسيط. نزلت بمعلقه توم مهروسه بكزبره زي ما انتوا شايفين كده، وايه وقلبتها مع البصله بالسمنه كده. ونزلت عليها يا دوبك يعني عايزه اقول لك دقيقه على النار او اقل من دقيقه على النار كده. ونزلت بالطماطم زي ما انتوا شايفين كده. تمام كده حبايبي. وهقلب بقى كده، وبعد كده بعد ما اقلب هروح حاطه بهارات. تمام كده. بس فقرة التقليب الكبيرة دي تخلص ونحط بهاراتنا مع بعض. ايوه اهو بقى، ده كمون وفلفل اسمر. فلفل اسمر بسيط بس اساسي عندي الكمون، خلي بالكم. وادي الملح اهو زي ما انتوا شايفين. وانا حطيت واحدة مرقة دجاج كمان. ودي كانت حتة ليا عندي كده بقى، يعني بامية لازم باللية الضاني. يعني بامية هي اساسها كده اللي هي الضاني، بصراحة انا ما بعترفش بيها غير بكده. بس انت مش حباها خلاص، يعني دي حاجة ترجع لك. وحطيت اللي هي الضاني اهو زي ما انتوا شايفين. ونزلت انا طبعا ده مش موسم الباميه، فانا جبتها مجمده. وبصراحه جبت نوعها نوع مش معروف، فالباميه كانت كبيره كده ومش عجباني بصراحه يعني. فانا اللي في باميه اسمها باميه بسمه دي بصراحه هي اللي باميتها صغنونه كده وحلوه قوي. فانا غلطت ان انا ما جبتش النوع ده، بس هقول لكم التوتال بتاعها او بعد ما اتعملت كانت طعمها حكايه بصراحه. وادي اهو بقى انا سبت الباميه تتعمل لوحدها، تتسبك لوحدها وتتعمل. وجيت عملت انا شويه الرز. طبعا يعني باميه يبقى عايزه جنبها شويه رز بصراحه كده. جيت هنا عملت هنا الشعريه زي ما انتم شايفين. طبعا جبت حته سمنه على حبه زيت وعملت الشعريه زي ما انتم شايفين كده واقلب. هفضل اقلب لغايه ما الشعريه تتحمر معايا كده وتبقى ايه، تاخد اللون الذهبي. اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. تمام كده. وهحط الرز بقى. بعد كده انا حطيت الرز اهو زي ما انتوا شايفين، وهقلب واحط ملحي. وطبعا كلكم شطار وبتعرفوا تعملوا الرز، يعني هو مش محتاج عمايل ولا محتاج ان انا اعلمكم، انتوا كلكم شطار وحلوين. فانا هفضل اقلب كده لغايه ما احس ان كله تدخل في قلب بعضه.
تمام كده. وبعد كده هحط الميه بتاعتي ايه بس يا دوبك تغطيه، يعني انتوا عارفين الرز المصري يا دوبك بس تغطيه، تمام. انما البسمتي لا، تعلي في الميه شويه. هقلب بقى اهو، انا يا دوبك غطيته اهو، حسيت ان خلاص مقدار الميه بتاعي كويس. ويستحسن ان انت تحطي الميه بتاعتك مغليه برضو، ده برضو بيساعد انه ما يعجنش معاكي ويساعد في سواه، وحلو قوي برضو بصراحه. وانا بحب احط فيه مرق الدجاج برضو كده، بيديله طعم وتيست كده عالي قوي. تمام كده يا حبايبي. انا بحاول ان انا ابوش مرقه الدجاج، هبوشها بقى. وبعد كده ايه، هظبط ملح، يعني احط مرقه الدجاج الاول ولو ابوشها، ولو اشوف بقى إيه الملح بتاعي هيحتاجه قد ايه. مش هحط الملح بعد كده مرقه الدجاج هيحتاج منك، تمام. حطي المرقه الاول وبعد كده إيه الملح، عشان تظبطي ملحك على الشعر. انا هو بقلب اهو بحيث ان مرقه الدجاج ايه تبوش على الاخر. ادي بقبق اهو. هسيبه بقى يبقبق مع نفسه بقى كده، وهغطيه ونشوف الباميه. الباميه هو ما شاء الله الله اكبر عليها، كانت جميله قوي بجد. هي اتعملت اهي. انا هحطها بقى، تعالى نحطها بقى في الطاجن بقى باللحمه. جبت اللحمه بتاعتي بعد ما اتسلقت وخلاص، وحطيت الاول دهنت الطاجن بتاعي بحته سمنه بسيطه، او لو انت مش عايزه براحتك عادي، بس انا يعني بتعلي التست منها شويه برضك. حطيت طبقه يعني دهنتها سمنه كده، وحطيت اللحمه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. وممكن تحطي الباميه وبعد كده تحطي اللحمه وتحطي ايه تكملي بقيتها، يبقى كده اتحطت في النص. او هياها برضو على فكره، يعني انت حطيتي اللحمه دلوقتي وعليها الباميه وقلبتي، هياها برضو، خلي بالكم يعني. يعني كله اصلا كله هيتقلب في قلب بعضه كده كده يعني. جبت الباميه اهو بقى زي ما انتم شايفين، حبه حبه كده، وهحطها في قلب الطاجن. عايزه اقول لكم كان طعمها حلو جدا. هو الموسم مش موسم الباميه بس، كانت بجد حكايه. تعرفين اكل رمضان كله سبحان الله فيه بركه كده، وليه طعم مميز، سبحانك يا ربي. انا اهو حطيتها اهو بقى، هحطها في الفرن بقى تاخد نكهه الطاجن، يعني دي تاخد من دي برضك، اللحمه تاخد من الباميه. وانتوا عارفين اي خضار بيتحط في الطاجن بيبقى ليه طعم تاني خالص مختلف، سبحان الله يعني. تمام كده. وادي انا بوريكم انا عملت كمان شويه لسان عصفور، يعني ايه ظبطت الدنيا. ادي الباميه اهون، وادي عملت الرز اهو زي ما انتم شايفين، وكمان لسان عصفور. وده كان فطاري سادس يوم رمضان. عايزه اقول لكم كان طعمه جميل جدا، وكان لذيذ قوي قوي قوي. وبألف هنا للي كل. وكل سنه وانتم طيبين. ولو لسه شايفه قناتي رجاء مني تدعميني باللايك والاشتراك وتشير الفيديو عشان غيرك برضو يشوف القناه ويدعمنا. وشكرا ليكم لو وصلتوا معايا لغايه هنا. وباي احلى متابعين في الدنيا.